السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمنة البلدي اللي انا شاكة ان اللي بتتباع بره هي دي. انا شاكة في كده لان انا دقتها ولقيتها هي فعلا سمنة بلدي. تعالوا نعملها في البيت مع بعض، وبتكلفة أقل من تمنها بره. أنا جايبة هنا كيلو سمنة عادية خالص، سمنة سايبة. طبعا هما بيبيعوا روابي وبيبيعوا النخلتين وبيبيعوا في العلب الكبيرة، فبيبيعوها البقالة بتباعها سايبة. أنا جبت كيلو سايبة، بس السمنة ما يكونش ليها نكهة نفاذة، علشان لو ليها نكهة نفاذة اللي هي بتبقى حلوة، يعني احنا بنقول عليها السمنة دي حلوة قوي، بتغطي على ريحة السمنة البلدي. فأنا جايبة السمنة عادية ما ريحتهاش نفاذة ولا حاجة، وبسيحها على النار زي ما انتوا شايفين كده، وبحط فيها بسم الله الرحمن الرحيم كيلو السمنة. ممكن نحط عليه كيلو لبن جاي من عند اللبان غلياه وحطيته عليها، او مش غلياه براحتك، هو كده كده هيغلي فيها. اللبن، الكيلو السمنة عليه كيلو لبن، ده لو انت عايزاها بقى ايه جميلة. من نص كيلو لكيلو، انت امشي زي ما انت عايزه النكهه يعني. هي بتبقى حلوه برضو. حطي نص كيلو على كيلو السمنه. مش عايزاها بسيطه وعايزاها شديده، حطي كيلو لبن. كل ما تزودي اللبن كل ما الطعم والريحه والنكهه هتبقى احلى بكتير في اي حاجه بتستعملي فيها السمنه دي. كده يبقى احنا بنعمل مع بعض سمنه بلدي. انا هسيبها مع بعض. لازم الوعايه تبقى كبيره قوي. شايفين المساحه كبيره قوي ليه؟ عشان بيفور. تمام. انا هنسيبها على نار. اول ما تبدأ تغلي ههدي النار عليها ونسيبها لحد ما اوريكم هي هتوصل لحد فين ان شاء الله. اهو طبعا هو كده بدأ يغلي اهو. هيرفع طبعا لفوق. بسم الله. هيرفع لفوق. قبل ما يرفع لفوق بقى انا هدي عليه النار علشان آه يبقى براحته وما يلزقش او يتحرق تحت. هنا عدى عليها وقت حوالي تلت ساعة اهو. شايفين لسه هي طبعا مغطية عليها، لسه برضو فيها ايه، فيها مية. عارفين انتوا اللبن لما بيتبخر كله بيسيب بقى تكثيفه، بس هو اللي في السمنة. هنسيبها بقى شوية لحد ما يبانش قدامك غير السمنة. اللي انتوا شايفينه ابيض على الوش ده هيبقى مرتة. تمام. بس احنا ايدنا فيها عشان ما تلزقش تحت وتتحمر جامد هي طبعا مش هتلزق لان الحلة جرانيت، بس بتبقى يعني مش حلوة، ما تصلحش للاكل. لا احنا عايزينها كمان تصلح للاكل بأمر الله. اهي يا حبايبي شايفين منظرها بقى بإذن الله. هي كده قربت تخلص اهي. المرتة بدأت تظهر اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا هسيبها لحد لما تبقى لونها كده ايه، بصلي كده بامبي. هنحط عليها بقى دلوقتي ايه، مش كتير، حوالي ايه نص معلقة صغيرة كده ملح، علشان يسرع من عمايلها. وهو طبعا الملح انتوا عارفين مادة حافظة. بسم الله. ويبقى عاطي طعم حلو للمرتة، مش حادقة قوي ولا حلوة قوي. والسمنة برضو هتبقى ايه معقولة، مش تبقى دلع قوي كده، تبقى حلوة ومعقولة. اهي يا حبايبي شايفين شكلها ما عداش 5 دقايق من بعد ما حطيت الملح. شايفين سرع في عمايلها ازاي. خلاص كده اطفي عليها بامر الله واصفيها لما تهدى شويه ان شاء الله.